السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أول تعليق من محمد فارس المذيع بقناة الأهلي وبرنامج الأهلي خط أحمر بعد فوز الأهلي على الداخلية برباعية ساحقة مقابل هدف وحيد بلس 90 للداخلية. بيقول محمد فارس على صفحته: هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، ومش بالمشجعين اللي انت جايبهم من مجاميع، لأ، بجمهورنا وبلاعيبتنا. ده طبعا كان تعليق ورسالة بيوجهها محمد فارس لبيراميدز اللي بيحلم بأول بطولة ليه على حساب النادي الأهلي في الدوري المصري. واضح إن بيراميدز كل ما يقرب الأهلي عليه الأمور عنده بتزيد طبعا توتر، لأن الأهلي كل ما بيقرب كل ما الأمور بتتوتر عند بيراميدز وبيحس إن خلاص الحلم بدأ يهرب منه. وطبعا اللقاءين الفاصلين مع بيراميدز هم دول اللي هيحسموا، لان طبعا كده كده الزمالك كالعادة مش هيلعب قدام بيراميدز وهيتغلب او هيتعادل، لكن مش هيعمل اسوأ من كده نتيجة، اللي هي طبعا انه يقدر يفوز على بيراميدز. تبقى مفاجأة طبعا صارخة. طبعا بيكمل محمد فارس وبيقول تحية كبيرة جدا للي خلى ماتش الزمالك ما يتلعبش، واللي خد القرار ده بنحييه وبنرفع له القبعة، لانه عمل في الاهلي وفي لعيبته جميل عمرنا ما هننساه. ريح اللعيبة، وبدل الضغوطات اللي كانت موجودة ماتش ورا ماتش كل 72 ساعة، لا، ادانا فرصة اسبوع كامل نريح اللعيبة ونعمل استشفاء، ولاعب زي المهاجم الجديد القوي جدا وسام ابو علي يرجع ويبقى فورمة كويسة جدا، والنهاردة يحرز هدفين، ثنائية لوسام ابو علي وثنائية لامام عاشور. وطبعا قال احد الحكماء في فيلم الناظر صلاح الدين: عاشور 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 عاشور. ده كان تعليق محمد فارس على صفحته بعد فوز الاهلي